بوجود سفيان الرحيمي الذي يتميز بشيء لا يوجد في أي لاعب في الهجوم في المنتخب المغربي، نكون واضحين. وهذه ليس إطراء على سفيان الرحيمي. سفيان الرحيمي حينما يأخذ الكرة ولكن لعبه على الطرف، لا أشركه كرأس حربة، لأن حينما يكون رأس حربة يكون ظهره إلى المرمى. حينما ينطلق بالكرة في قدمه يهاجم المدافعين والكرة في قدمه، بمعنى أنه يقوم بعملية استفزاز تقني فني للمدافع، مدافع الفريق الآخر. والمدافع الآخر حينما يأتي سفيان صعب أن توقفه، يراوغك، وحينما لا تستطيع أن توقفه ترتكب الخطأ، إما يكون خارج منطقة الجزاء وتكون ضربة حرة مباشرة، أو تكون في منطقة جزاء وتكون ضربة جزاء. ولهذا هذا الاختيار هو التفسير الوحيد، لأن سفيان ليس في قمة عطائه، ولكن هو عائد بالتدريج. على الأقل حينما عاد من الإصابة بدأ يلعب، أن لا يكون على دكة البدلاء أو لا يكون في اللائحة. هذا هو التفسير الذي يمكن أن يكون تفسيرا منطقيا، لا أعلم إذا كانوا يشاطرون هذا الرأي، ولكن برأيي